السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكاندي جار بطريقه مختلفه شويه. يلا بينا نشوفها مع بعض عشان ما نطولش. احنا هنحتاج برطمان، اي برطمان عندنا، وهنحتاج الوان. ده لون ابيض وده لون الاحمر عشان نطلع بيهم درجه البينك. طب الالوان دي ايه؟ لو احنا ما عندناش الوان اكريليك فاحنا ممكن نستعمل الدهان بتاع الحوائط. هو ده عموما دهان الحوائط البلاستيك، تمام. هو سعره رخيص جدا، يعني انا اغلب الحاجات التركي اللي عملتها عاملاهم باول حاجه اشتريتها ولحد الان هم لسه موجودين عندي ما خلصوش. هنحتاج السبت ده سعره 4 جنيه. انا قصيت منه، شلت الجزء ده تمام، واخدت الجزء دوت، واخدت جزء كمان من فوق قصيتهم بالشكل ده. هنستعمل ده على غطا هنا عشان نزين بيه الغطا، اما التاني هنستعمله عشان نزين بيه القاعدة هنستعمل ليها اللمبة الليد دي لمبة محروقة. هنخلع الجزء ده منها وهيتبقى لنا الجزئين دول. انا هنا شلت الجزء اللي موجود هنا ده، سخنت سكينة وشلته بيها. هناخد بعد كده القاعدة دي وهنثبتها هنا في دي. هنثبتها بمسدس الشمع او اي مادة انتوا حابين تستعملوها. ده هنا كان غطا ازازة برفان، احنا هنستعمله، هنبقى حاطينه فوق الغطا بالشكل ده، فاحنا هنلزقه على الغطا. هيكون بالمنظر ده. احنا هندهن الاجزاء دي الاول، هندهنها وبعد كده هنجمعهم تاني مع بعض. اللون ده زي ما قلت لكم لون البنك، اخدنا ابيض وعليه نقطة من الاحمر. ازازة الاحمر دي تمنها 5 جنيه، اما الابيض فالكيلو فيه تقريبا كان ب20 جنيه. كيلو طبعا كتير قوي. طبعا احنا هنحط كذا طبقة من لون عشان على ما الطبقة اللي تحت الدايرة هنحتاج ممكن 3 أو 4 طبقات من اللون. بس كل طبقة هنسيبها تنشف ونحط بعد كده الطبقة التانية عليها. نقدر ان احنا نستعمل السشوار زي ما استعملنا في كل الحاجات التركي اللي احنا عملناها، واللي وانا شغالة دلوقتي هوريكم صور منها، وكمان هتلاقوها في صندوق الوصف. هسيب لكم الرابط بتاعها، رابط مجمع لكل الأعمال اللي احنا عملناها بالتركي. ده كده كان الشكل النهائي بعد ما دهناهم الدهان الأولي. هنبتدي ان احنا نركب بقى الأجزاء دي. أنا حطيت عليهم ورنيش مائي عشان اللون ما يحكش في بعضه فيتقشر. وهنركب دي وبعد كده هنرجع ندهن تاني باللون البامبا بعد ما نركبها. ده كده كان شكلها. هنحط لها شوية سيليكون او اللي هو مسدس الشمع يعني. نحط لها هنا كمان. بعد كده هندهن الغطا تاني باللون البنك. انا ما بين كل مرحله ومرحله، احنا مدين كذا وش، ما بين كل مرحله ومرحله بنشف بالسشوار، بينجز معايا اسرع. هنجيب بعد كده القاعده دي وهنجيب الجزء ده ونحطه عليها كده. بس في الاول هنحط منديل عشان البرطمان مش يتعص مننا، عشان نشوف المقاس مظبوط.
هيكون ده كده الشكل من هنا. هنبتدي ان احنا نحط سيليكون. طبعا تقدروا تستعملوا اي حاجه في اللزق. في الغالب احنا بنستعمل مسدس الشمع عشان بنبقى عايزين النتيجه سريعه وان الحاجه تنشف بسرعه. هنسيبه كده على ما يمسك نفسه شويه، وفي الاثناء دي هندهن الغطا بتاعنا تاني. هنشيل بعد كده البرطمان. احنا ليه عملنا البرطمان كده؟ عشان لما نحب نغسله نقدر نخلعه بسهولة، تمام، ونغسله وبعد كده نركبه تاني في القاعدة بتاعته بمنتهى السهولة. نتأكد بس ان السيليكون ماسك من جميع الجهات. هندهن بعد كده القطع بتاعتنا دي بالورنيش المائي مرة تانية، وده قلنا انه هيحافظ على القطع بتاعتنا. طبعا ممكن تستعملوا ورنيش الخشب عادي، بس ورنيش الخشب بيسيب لون اصفر، يعني هو بيحافظ جدا عن الورنيش المائي وهو افضلهم لانه كمان قابل للغسيل، بس بيخلي الحاجة اللمعة بتاعتها واخدة اللون الاصفر شوية. لكن الورنيش المائي ده بيخلي اللمعة واخدة اللون الشفاف الابيض العادي، يعني هو بعد ما ينشف اللون الابيض ده مش هيكون باين. هنسيبه عشان ينشف. ده كده شكلهم بعد ما نشفوا. الغطا لسه الورنيش اللي عليه ما نشفش قوي، بس عادي ان احنا نشتغل ونسيبه يكمل نشفان ومفيش مشكله. احنا بس هنزين الغطا. انا هنا هزينه بالورد ده. الورد ده بيتباع جاهز، وممكن ان احنا نستغنى عن خطوه ان احنا نزينه، مفيش اي مشكله. هاجي هنا احط سيليكون ونحط دي كده، هنحط دي هنحط دي كده، وهنحط الوردة دي جنبها كده. هجيب الاسترس ده، هاخد منه الشريط اللي بالطول ده، هاخد الشريط اللي هو فيه 2 بس، وهبتدي ازين بيهم القاعدة بتاعتنا من هنا. بس ده بيفك، لازم نحط له نقطة سيليكون واحنا بنلزقه عشان ما يفكش مننا. ده كده هيكون شكلهم هما جهزوا معانا خلاص. هنحط البرطمان بتاعنا هنا وهنحط فيه الحلوى بتاعتنا. انا هحط فيه مارشميلو. ده شكله بعد ما حطينا فيه المارشميلو بتاعنا او ايا كان نوع الحلوى اللي احنا هنستعمله. هنقفل الغطا بتاعنا وهيكون ده شكل الكاندي جار بتاعتنا. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ومش باين هي معمولة من ايه، وفي نفس الوقت ينفع ان احنا نخلع البرطمان ونغسله عادي في اي وقت، مفيش اي مشكلة.
اتمنى ان فيديو النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.